مش عاجباك، يا البنات على قفا من يشيل، هم لاقيين. يا جماعة يعني أنا بيستفزني جدا جدا الكلام ده. بناء على إيه اعتزل ما يؤذيك في كل وقت وفي كل زمان ومع أي حد؟ طب إحنا يعني هيفضل لنا مين لما أي حد عنده مشكلة في شخصيته معانا؟ فخلاص بقى نسيبه، نعيش كده إحنا كلنا ملايكة كده بنرفرف. فين مجاهدة النفس؟ فين الصبر؟ فين عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم؟ فين الكلام ده يا جماعة؟ فين الحاجات اللي بتخلينا نعرف نعيش مع بعض بسلام؟ طيب هل الكلام ده معناه ان احنا نستحمل فعلا ما يؤذينا وما يهيننا ويعني اللي يجي علينا قوي؟ لا طبعا. احنا كأزواج او في اي علاقة كانت بنستحمل وبنصبر وبنتغافل ويعني بنحاول نصلحه، لكن في اشياء معينة لا نتقبلها. تمام، يبقى ساعتها هنقف، ولما نقف هنحاول مرة واثنين وثلاثة برضو، لكن مش من أول لحظة خلاص ننفصل. ربنا جعل الطلاق سبب أحيانا كتير لبداية حياة جديدة، ولكن مش على إطلاقه كده، لكن بعد صبر ومحاولات ومجاهدة للنفس علشان الحياة تستمر.